يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا بقى النهارده نعمل غدا حلو كده وجميل ولذيذ وسريع كده على طول، مش هياخد مننا وقت. وزي ما انتم شايفين كده انا معايا فرخه وربع، يعني معايا فرخه كامله ومعايا ربع كمان زياده. وطبعا زي ما انتم شايفين كده انا غسلاها ومقطعاها وعامله فتحات كده في الاوراق وفتحات في الصدر. وطبعا احنا هنتبلها بقى على طول دلوقتي. اول حاجه كده هحط في قلب الشفشق كده بصله اكون مقطعاها كده، يعني اقطعها شرايح كبيرة كده. وبعد كده هنزل عليها بقى فلفل وحباية طماطم وأربع خمس فصوص من التوم. وهنزل بقى بالملح والفلفل والكمون والبصل والثوم البودر. وهنزل دلوقتي بالحبهان ورق اللورة. وهضرب الكلام ده كله مع بعضه. وبعد كده هاجي بقى اضيفه على الفراخ بتاعتنا وهنسيبها بقى تتبل ساعتين تلاتة. ممكن تعملها من بالليل وتسيبيها لتاني يوم زي ما انا عملتها كده. انا كده تبلتها وحطيتها في قلب التلاجة لتاني يوم علشان التتبيلة كده تشرب والفراخ تشرب من التتبيلة والطعم بتاعها يبقى خرافة وطعمها يبقى تحفة. عايزة اقول لكم بجد هيبقى تاكلوا صينية بطاطس بالفراخ تحفة يا جماعة. ولا تقولي لي بقى اشوي على الفحم ولا الحاجات دي كلها خالص. بجد بجد نفس وطعم وحاجة كده خرافة. طبعا بنعصر بقى ليمون وبنحط زي ما قلت لكم كده بقى معلقتين من الزيت. وتقدري تحطي زبادي زي ما انت عايزه. لكن انا بقى حطيت زي ما قلت لكم كده الخل والليمون. وهحط معلقتين من الزيت بساط. وهسيب الم بقى الحاجات دي كلها مع بعضها وهحطها في التلاجة لتاني يوم. لو انت اول مره بتتابعوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكوا كل وصفاتي. وما تبخلوش عليا بلايكاتكم ولا كومنتاتكم الحلوه. ودلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده انا عامله فتحات اهوت. طبعا بغرق كده الصدر بتاع الفرخه وبدخل بالتتبيله كده في قلب الفتحات اللي انا عاملاها علشان انا عايزه التتبيله يعني بتاع الفراخ تشرب من التتبيله وتبقى طعمها حلو. وكده بقى مش هتخليها كمان تاخد سوا جامد. تعرفين ان الصدور ساعات بتبقى تاخد سوا جامد، يعني بتبقى تاخد سوا شويه على ما، لكن الفراخ بتستوي على طول بسرعه. هاجي بقى دي بقى طبعا تاني يوم اهوت. بعد ما سبتها بقى طبعا ليله كامله. زي ما قلت لكم كده لو انتوا عايزين تعملوها سريعه في يومها يعني تسيبوها على الاقل حاجه فيها كده ده ساعه ساعتين. تشبت تشرب من التتبيله بتاعتها. بعد كده بقى معايا صينيه على البوتاجاز. انا مش عارفه الحته دي كانت مظلمه ليه كده. وهبدا بقى انزل ايه بورك ورك كده، يعني كل هنزل ربع بربع ربع. باحط بقى على الطاسة كده معلقة زيت وأول ما بيسخن بانزل عليها بقى كده بالإيه، بالفراخ بتاعتنا. بعد كده بقى معايا بصلاية حلوة كبيرة عشان أنا طبعا قلت لكم هعمل صينية بطاطس بالفراخ. فعملت بصلاية كده بقى لأن البصلاية اللي أنا كنت حطاها طبعا مضروبة مع في الخلاط فناعمة خالص. فجبت بصلاية حلوة كده وخرطتها خرط كبيرة. وهسيبها تستوي بقى مع الفراخ كده تاخد تشويحة قبل ما احط البطاطس. لان انتوا عارفين ان لما تيجي تحطوا البطاطس بتنهري قبل الفراخ ما تكونش لسه استوت. وتبص تلاقي البطاطس انهارت خالص. فانا بشوح الاول البطاطس كده بتاع الفراخ الاول بشوحها على عين البوتاجاز من فوق كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بسيبها اول ما بتبدا بقى تكون خلاص استوت ويبقى يعني فاضل لها تكايه بسيطه كده واقفل عليها بحط بقى ايه البطاطس بتاعتنا. وطبعا كل العصاره اللي نازله من الفراخ ديت البطاطس هتشربها. وهتاكلوا احلى بطاطس واحلى صينيه بطاطس تاكلوها. زي ما انتم شايفين كده اهوت. انا بقى هبدا كده اشيل بقى الفراخ احطها وانزل بطاطس تحت منها. وطبعا انا البطاطس بتاعتي بحب ان يعني ما تبقاش بالصلصه. بتبقى خفيفه كده يا جماعه في الحر ده، يعني ما تبقاش صلصه او مسبكه. لا بحبها كده تبقى يعني دوبك شاربه الصوص بتاع الفراخ. وبتبقى بنسبه الطماطم بتاعتها بسيطه خالص، يعني دوبك الطماطم ديت اللي انا حطيتها اللي انا كنت حطاها في الخلاط. يا دوبك انا كنت حاطه في الخلاط طماطمتين صغيرين كده. فبيدوا طعم وفي نفس الوقت انا بحبها انها تكون خفيفه كده ما تكونش يعني صلصتها كتير علشان ما تبقاش حاميه علينا. طبعا الفراخ خلاص استوت اهي، بس الصدر طبعا بيبقى لسه عايز له شويه. لكن الوراك معانا استوت خالص. فهي دوبك هنديها غلوه كمان كده مع البطاطس.
وبعد كده بقى هندخلها في الفرن تاخد تحميره حلوه. عايزه بقى تجيبي فحميه وتحطيها بقى في النص كده وتعمليها، هتاكلي بقى احلى فراخ مشويه في صينيه بطاطس تاكليها. حاجه بجد كده يا جماعه، تحفه يا جماعه. كده انا وزعت البطاطس اهوت بقى، هغطيها واسيبها كده تاخد لها غلوتين، وبعد كده هدخلها الفرن وهتشوفوا بقى وش التحمير بتاعها الجميل. هنعمل جنب منها بقى بدنجان مشوي. انا طبعا شويت بدنجانتين، وطبعا انا اللي معايا الدقه ديت انا مجهزاها توم مع فلفل كده فرماه في الكبه بملح كده وبكمون، وعصر عليه ليمون، وحط عليه زيت. وطبعا ههرس بقى كل الحاجات دي كلها مع بعضها، وهنزل عليه معلقتين من الطحينه. طبعا انتوا عارفين الطحينه بتخلي بابا غنوج كده ليه طعم مختلف خالص وجميل. هقلبها كلها بقى مع بعضها، وهنعمل كمان سلطة طحينة. كده انا عملت سلطة بابا غنوج اهوت، وحطيتها في طبقين، وهنزل عليها بشوية زيت بسيط كده. كده سلطة بابا غنوج جهزت معانا، والفراخ بقى بتاخد وش تحمير. وهنعمل بقى معانا سلطة الطحينة. طبعا ده فص توم ومعاها شطة، وحاطة معلقة ملح، وهحط بقى عليها معلقة كمون، وهقلب ده كله مع بعضه، وعصرة ليمون، وهحط معلقة من الخل، وهقلب ده كله مع بعضه اهو بالشكل ده كده. طبعا المية بتاعتنا بتكون مغلية، يعني المية بتبقى سخنة، وبعصر بالليمون اهوت. يعني حطيت دقيت قرن دقيت دقيت فصين من التوم، معاهم معلقة من الملح، ومعلقة من الشطة، ومعلقة من الكمون، ونزلت عليها بالطحينة. وبعد كده معايا مية دافية بقى، ونزلت، وده القوام بتاعها الحلو. لا تكون خفيفة أوي ولا تكون تقيلة أوي. الطحينة كمان لما يبقى نوعها نضيف أو جايباها من مصدر حلو بتبقى معاكي تقيلة وحلو وزي الفل. هي بقى كده السمك بتاعها حلو. عايزه اقول لكم انها تقلت كمان لما هديت شويه كده وسبتها، لقيتها تقلت، فرحت مزوداها كمان شويه. كده بقى كل حاجه جهزت معانا هي. هنيجي بقى نطلع الصينيه بتاعتنا من الفرن، وهنوريكم بقى احلى غدا بتاعنا. شايفين بقى الجمال والروعه، صينيه بطاطس تحفه. وعما كان عندنا بقى عاملين ملوخيه كمان جنب منها، بس دي ما صورتهاش معاكم. وطبعا المخلل بتاعنا الحلو، والقته، وبابا غنوج، وال الطحينة بتاعتنا. وكان غدا جميل وحلو جدا، ويعني بجد بجد كده يأكل. اتمنى لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.